يوم عاشوراء اللي النبي صلى الله عليه وسلم راح المدينة فشاف اليهود بيصوموه. بتصوموه ليه؟ قالوا ذلك يوم نجى الله فيه موسى من فرعون فصامه موسى ونحن نصومه. قال نحن أحق بموسى منكم، وصامه صلى الله عليه وسلم. وقال أحتسب أنه يكفر سنة ماضية. اللهم في أيام عاشوراء لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم في هذه الأيام احفظنا من السحرة وسحرهم، ومن المنافقين وكيدهم. اللهم في هذه الأيام اغسل قلوبنا من أوجاعها، وألسنتنا من أقوالها، وأعيننا من خيانتها. يوم عاشوراء أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصومه، وقال عليه الصلاة والسلام إني لأحتسب عند الله تعالى أن يكفر السنة الماضية، أن يكفر السنة الماضية. فالله الله أيها المسلمون بصيامه. اللهم في يوم عاشوراء لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم آمين. أصوم يوم عاشوراء لوحده، ولا أصوم يوم قبله، ولا أصوم يوم بعده؟ أعمل إيه بالضبط؟ عند الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. يعني لما بتصوم يوم عاشوراء لوحده يوم العاشر من المحرم، ربنا سبحانه وتعالى بيغفر لك ذنوب سنة كاملة. طب سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم 3 حالات: إنك تصوم 3 أيام 9 10 11. الدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن يوما قبله ويوما بعده. دي أعلى الدرجات، إنك تصوم 3 أيام 9 10 11. الحالة الثانية أقل شوية، إنك تصوم يوم قبليه أو يوم بعديه، يعني تصوم 9 و10 أو 10 و11. الدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن يوما قبله أو يوما بعده. فأو هنا للتخيير، فممكن تصوم يوم قبليه أو يوم بعديه. الحالة الثالثة ويجوز أيضا ولكن الأجر كاملا، أنك تصوم يوم عاشوراء وحده منفردا، حتى وإن وافق يوم جمعة، حتى وإن وافق يوم سبت، حتى وإن وافق يوم أحد، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. واحذر من كل البدع الواردة في هذا اليوم التي يفعلها من لا علم له. كن على سنة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تقبل الله منا ومنكم، شكرا جزيلا. اليوم الذي أهلك الله فيه فرعون ونجى فيه موسى، هذا حدث صام موسى شكرا لله في هذا. ونحن اليوم نصوم عاشوراء، وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون. نصوم هذا اليوم شكرا لله تبارك وتعالى على نجاة موسى وعلى إهلاك فرعون. فالمؤمنون يفرحون بهلاك الكفار المفسدين في الأرض، ويفرحون بنصر الله تبارك وتعالى للمؤمنين. وهكذا يكون معنى قول الله تبارك وتعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا. ثم ختم: والحمد لله. اللهم في يوم عاشوراء لا تجعلنا ممن ينساك في نعمته ولا يذكرك إلا في شدته، واجعلنا شاكرين لك في كل الأحوال والأوقات بفضلك ورحمتك يا مجيب الدعوات. اللهم آمين. اللهم في يوم عاشوراء لا تجعلنا ممن ينساك في نعمته ولا يذكرك إلا في شدته، واجعلنا شاكرين لك في كل الأحوال والأوقات بفضلك ورحمتك يا مجيب الدعوات. اللهم آمين.